بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. النهارده بعمل لكم فيديو عشان في فيديو امبارح شفته لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول. انا اصلا مش عارف انت بتتكلم ليه. انت مش رئيس نادي. انت يعني معرفش انت بتتكلم ليه. مهم يعني انا شفت فيديو لمرتضى منصور امبارح بيقول فيه اللي احنا هنسمعه دلوقتي ده. ف 6-1 طبعا نتيجة كبيرة. مقاولين ده احنا لسه متعادلين معاه في الدوري في الماتشين. مم. المقاولين ترتيبه يمكن احنا طبعا الماتش اللي جاي لو ربنا كرمنا وكسبنا هنبقى الثالث. بطمن جماهير الزمالك هربدي شكوى للاتحاد الافريقي من فضلك. انت خدت الاهلي كان الثالث الدوري اللي فات، الموسم اللي فات اشترك في افريقيا البطولة الدوري، انا زيه. هو انت زيه في ايه يعني؟ مش فاهم. انت عامل زي العيال الصغيره اللي بتقول اشمعنى. اشمعنى ايه؟ وحتى اشمعنى انت بتقول اشمعنى على ايه بالظبط؟ الاهلي ما كانش التالت السنه اللي فاتت. الاهلي كان التالت في نهايه الدوري. يعني نهايه المسابقه الاهلي كان التالت. لكن المعيار اللي على اساسه الاهلي شارك في البطوله الافريقيه دوري ابطال افريقيا ما كانش على اساس ان هو التالت. لا، السنه اللي فاتت كان المعيار مختلف. السنه اللي فاتت بما ان اتحاد الكره الافريقي بعت خطاب لاتحاد الكره المصري بيقول له لو سمحت انت معاك لحد وقت معين تبعت لي اسامي الانديه المشاركه في البطولات الافريقيه. انا عايز اعرف مين الانديه المشاركه في دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه. فرابطه الانديه لما شافت الخطاب ده راحوا قايلين وحطوا معيار من بدري. قالوا يا جماعه احنا هنبعت الاسامي بتاعه الانديه المشاركه في البطولات الافريقيه على اساس ترتيب جدول الدوري المصري في الدور الاول. ترتيب الدوري في الدور الاول كان الزمالك الاول والاهلي التاني، وبيراميدز وفيوتشر كانوا تالت ورابع. يعني الاهلي ما كانش التالت وعلى اساسه راح جايين واخدينه وحاطينه في دوري ابطال افريقيا زي ما انت بتقول. و... والنبي خدوني معاكو السنه دي انا تالت والاهلي السنه اللي فاتت كان التالت. هو ايه اي كلام اللي انت بتقعد تقوله ده؟ انت هتقعد تقول اي كلام على طول لحد امتى؟ خنقتنا. انت عكرت صفو الكره المصريه كله باللي انت بتقعد تقوله. الاي هري واي فتي، اي كلام بتقعد تقوله خلاص للاستهلاك. اصل انت تقريبا يعني من الناس اللي لما تسكت تقول دول هيقولوا عليا سكت ليه، فيروح جاي متكلم يقول اي حاجه. اي حاجه في اي حاجه. انت السنه دي التالت، هتروح الكونفدراليه بس. هتقعد تهري بقى وتجيب يمين وتجيب شمال عشان ملك الترندات. انت ما تعرفش تعيش من غير ما تبقى الناس بتتكلم عليك. ده مرتضى منصور قال كذا، ده بيحارب، ده بص، ده مناضل. في ايه يا عم؟ ما يعني ما تخنقناش بقى اكتر من كده. قرفتنا. بتقعد تقول اي كلام وخلاص، ومش هتشارك في البطولة الافريقية. وابعت شكوى زي ما تبعت. ما بياخدوش بالكلام ده والله. الشغل اللي انت بتعمله هنا ده وفي مصر ما بياخدوش بالكلام ده. اعقل شوية. يعني انت راجل كبير،
اعقل في كلامك، شوف انت بتقول ايه. غلبتنا معاك والله، غلبتنا معاك. بس هو ده كل اللي كنت عايز اقوله. والله يا جماعة الاهلي السنة اللي فاتت ما شاركش عشان هو التالت، ما كانش التالت ولزقوه يعني. المعيار السنة اللي فاتت كان مختلف، عشان الدوري كان مدته طويلة جدا، فما كانش هيعرفوا يبعتوا، لان البطولة الافريقية دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية كانوا هيبتدوا قبل الدوري ما يخلص. طب ابعت اقول مين يعني؟ فعشان يحققوا كمان عدالة قالوا يا جماعة نتيجة الترتيب بتاع الدوري في الدور الأول هيبقى هو ده المعيار. الترتيب أول وتاني هبعته دوري أبطال أفريقيا، تالت ورابع هبعته كونفدرالية. شكرا. أبسط مما يكون، بس أنت بتحب تعمل أي حكايات. بس يلا، سلام.